السلام عليكم مرحبا، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى الله تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا معايا هاد الفيديو هاد النهار. كما كتشوفوا اليوم معاي انا غادي نصاوب الباغرير ديال السميده د الزرع د القمح. هذاك النص عندي بالسميده د الزرع د القمح، والنص الاخر عندي واحد شويه السميده ديك البيضه د الحانوت. غنخلطهم دابا. كما جاني ديك السميده الزرع جاتني بزاف، غنقص منها واحد 2 معالق، وغنخلط السميده البيضاء مع السميده ديال القمح، خلطهم مزيان. ثاني غنحيد ديك المعلقة، غنخلط بيدي باش ندخل كلشي مع بعضياتهم مزيان. السميدة البيضاء مع السميدة ديال القمح. عندي سميدة ديال القمح كتر من السميدة البيضاء، عندي نص كيلو ديال السميدة ديال القمح وواحد 2 كيسان ديال السميدة البيضاء. كتشوفني دابا نخلط بيدي. عاوتاني غنزيد واحد شوية ديال الملحة، ملحة على حسب الذوق اي واحد. ندير ديك الرشيشة د الملح عاوتاني حتى هي نخلطها. عاوتاني غنعمل واحد 2 معالق ديال الخميرة حبوب، معلقات صغيرين. ديك المعلقة الكبيرة كنهز غير نص معلقة الأولى، ونزيد نص معلقة الثانية، يعني 2 معالق صغار هي معلقة كبيرة. وداكشي على حسب الجو. دابا الخميرة على حسب الجو، إلا كانت الحرارة واخا زعما إلا كنت مزروبة دير 2 معالق صغار، اللي ممزروبش واخا دير غير معلقة وتخليها. إلا كانت البرودة راه ضروري على من معلقة كبيرة. المهم على حسب الجو، إلا كنت مزروبة شوية مع كنت تأخرت. باغية نصاوب كسكوط العير وتعطلت شوية، من هذاك درت لها خميرة بلا والو باش تخمر لي دغيا. ثاني غنخلطها بالما دافي، ما نعملش يدي، غنخلطها غير بالطراب. خلطها مزيان، كوب عليها الما دافي ونحرك مزيان بالطراب. نخلطها عاوتاني مزيان بالطراب. عاوتاني نجيب مونيمكس ديالي، كما كتشوفوا هنا. دابا ملي خلطتها غنكبها في مونيمكس وغنطحنها على برد د الماء. معبرتش معاكم بالكاس، وشني واحد الغرف عندي تما كيهز لي نص لتر د الماء، كبيتو كامل. نتوما المهم على حسب العجينة. المهم العجينة نتوما تشوفوها ما هي خفيفة ما هي قاصحة، شوية هكايا نتوما تشوفوا العجينة كيفاش تجي. دابا هنايا من نطحن الباغرير مزيان في مونيمكس. غنزيد واحد شوية ديال الخرقوم البلدي اللي كنطيبوه في الدار. هذاك غنعمل غير واحد شوية. انا فوت فيها شوية، خصني كعملت غير راس معلقة، وانا دايرة كتر من راس معلقة. عاملاها باش حيت هي السميدة البيضاء مع السميدة د القمح كتجي الباغرير. المهم اللي بغا الباغرير في الطبيعة ديالها في اللون ديالها خليها، اللي بغا يدير هاد التلوين هدايا يديرو. داكشي على حسب حسب الواحد كيف بغا. دابا هاد الملون منا كتعملو منا كتبغي، ملي كتخمر وتبغي الطبخة كتجي كأنها السميدة د الحانوت، ما تكونش السميدة د الدار. داكشي كيبقى على حسب الرغبة د أي واحد. أنا درت ديك شوية د الخرقوم، خليتو كيتطحن، عاوتاني كبيتو كما كتشوفو عندي. ها العجينة كيف كتجي. العجينة كتجي ما خفيفاشي بزاف ما قاصحاشي بزاف. راه غير السميدة ما معاها لا طحين لا والو، غير السميدة البيضاء والسميدة. دابا غنخليها تخمر. ملي غتخمر عاوتاني نعرض الماكلة ديالي على البوطة كنطبخ. كما كتشوفو معايا دابا أول وحدة هي هادي، كتجي مجعبة كتجي غزالة.
دابا هالو اللي هي هادي كما كتشوفو معايا دابا الشيا متقولش هادي السميدة د الدار، تقول السميدة د الحانوت د القمح، وراه غير السميدة د الدار. كنزيد نقرب التليفون مزيان باش كتبان واضحة، كتبان مجاعبة، كتجي غزالة، كتجي البغرير كيجي واقف، كيجي مزيون ومتباعش منو، ما يضرك لا والو حتى شي حاجة. حاجة ديال الدار عمرها ما كضر. هانتوما تشوفو معايا المشاهدين، غنبقى نطبخ حتى نكمل ديك الكمية اللي عندي كاملة. هو كيتهز بسهولة. هاديك السباطيل كنهزو بيها في البلاصة. شوف تبارك الله شحال طبخت. معايا دابا انا قربت نسالي. هذا هو البقرة ديالي اللي طبخت اليوم. هذه هي الكمية اللي طبخت. باقي لي غير واحد جوج بغريرات، بقى ما كملت جوج بغريرات باقي لي في البانيو، باقي ما كملتهمشي. كما كنت كنطبخ وعجبني داك البغرير، عجبني شي بغرير غزال، كيعجبني نصورو زعما هكايا ملي كنحيدو الماكلة كيف كيجي كيف كيبان. انا عجبني، وانتم المشاهدين نتوما عطوني الرأي ديالكم، قولولي كيف جاكم، إلا عجبتو شي حاجة إلا شفتي شي حاجة في هاد الفيديو كتبالي في التعاليق، ماشي مشكل، الدنيا هانية. كما كتشوفوني انا ساليت، بقى هاديك الصغيرة. هذه هي الأخيرة. جا غزال، جا مخير. كنتمنىكم تجربوا هاد الطريقة، تقولولي كيف جاتكم. كما كتشوفوا معايا دابا رانا درتو في الطبيصل، درت واحد الكمية في الطبيصل كما كتشوفوا معايا دابا. مع نقطع لكم، كما كتشوفوا قلت لكم زعما انا غنقطع واحد الطريف
هي بصح هنقطع واحد الطريف، غادي ساليت هاد البغريرة زعما باش نوريها لكم كيف جات، وغنقلبها حتى من الظهر ديالها تشوفوها كي جات، يعني بحال وجهها بحال الظهر ديالها، جات مزيانة شادة مزيان. وغادي نقطع دابا واحد الطريف، يعني ملي كتقطع داك الطريف ما كتلتصق ما كتعجن ما حتى شي حاجة، كما كتقطع كيبقى هو وما دهنت لا بالزيت لا حتى شي حاجة، باقي كما طبختو. داكشي ديال الدهين كيبقى على حسب الرغبة لأي واحد، شي دهن اللي بغا يدهنو بالزيت يدهنو، اللي بغا يديرلو الكونفيتير يديرلو، داكشي كيبقى على الرغبة لأي واحد. باش ما بغيتش دهنو أنا كيعجبني ندهنو بزيت البلدية. هانتي كما كتشوفوني قطعت داك الطريف كيف جا، لازم نقولكم روعة. كنتمنى تجربوا هاد الطريقة، واللي عجبتو هاد الطريقة د هاد البغرير متنساوش تدعموني باللايك وبالاشتراك، وتعاونوني نزيد هاد القناة تطلع أكتر وأكتر. وشكرا لكم على المتابعة، نهاركم مبروك.